كالعادة بقى طفل أو مراهق مطلع عينيا، ورقة وقلم بقى يا ست الكل معايا واكتبي قوانين الحزم. بس تعالى اشرحها لك. تعالى نتخيل موقف كده لطيف لمراهق ماشي أو لطفل معاند معايا في المذاكرة، وأقول له كده مالك يا حبيب ماما؟ يقول لي إيه؟ أنا زهقت من عشرتكم. أول حاجة تعملي حاجة اسمها الاستماع الفعال. انت في حاجة تعباك يا حبيبي او مضايقاك، انا كل اذان صاغية، يعني اسمعي على قد ما تقدري بدون اي احكام، من غير ما تقولي اي حاجة او تشيلي ذنب اي شيء. والله طلع عنده مشكلة او عنده صعوبات تعلم او ضغط نفسي او اي مشكلة من اي نوع هنحلها. ما طلعش بقى وطلعت بقى قلة ادب، هنعمل حاجة اسمها حزم وقائي. تعالى يا حبيب ماما اعرفك نتيجة اختياراتك. حياة بلا مسؤوليات بتساوي حياة بلا امتيازات. اكتبيها له كده والزقها له على الحيط. كل ما تتخلى عن مسؤولية من مسؤولياتك هيتسقط قدامها امتياز من امتيازاتك. وامتى بقى هنرجع الامتيازات؟ بمجرد ما ترجع تلتزم. سهلة اهي، موضوع سهل وبسيط. وخلي بالك هو وقائي، لاننا ما بنعاقبش بشكل مفاجئ، عشان بس ايه ما نستفزش العند والكراهية جواه. لازم يكون عارف من قبلها بعواقب اختياره. طيب رفض وهلفت في الكلام، هنعمل بقى حزم صامت ونقول له ايه؟ حبيبي دي قوانين البيت وانا قلت اللي عندي. لو عندك حاجة عايز تقولها انا مستعدة اسمعك باحترام، غير كده مفيش كلام بينا. عينيكي ثابتة، صوتك واضح، مفيش انفعال. اتنطط بقى وزعل ملناش دعوة. عاند وكمل، بننفذ العواقب زي ما اتفقنا عليها معاه. اهم حاجة ثباتك، وتكوني واثقة إنك قدمتي كل وسائل المساعدة والإقناع وتفاوضتي معاه. مع الوقت هيعرف إن قلة الأدب والجدال مش هتجيب نتيجة، ومهما نفسه كان طويل نفسنا أطول. ويا سلام بقى لو زودتي امتيازات، لو رجع يهتم. يا سيدي يا سيدي، بس دي مش رشاوي، لأ خالص. امتيازات يعني معاملة سوبر لوكس، يعني حتة زيادة كده علشان انت حد محترم وكده، يعني شهادة وفخر في كل ايه حتة. مش معنى كده انه لو ما سمعش الكلام هتفضحيه وتقولي عليه كلام وحش. ده قطعا الكلام ده مرفوض خالص خالص خالص. خلي بالك العقاب على ضعف مهارة بيبان لما بتعاقب على خطأ كتير وبيفضل يتكرر، ومهما زودت العقاب بيغلط تاني. يبقى هنا قلة وعي أو قلة إدراك أو ضعف مهارة، معناه لازم توقفي العقاب وتبدأي في الدعم. الأفضل إنك ما تعاقبيش على ضعف المهارة، لأن دي زي ما بتكون بتعاقبي طفل بيتعلم المشي على إنه بيقع بدل ما تسنديه وتشجعيه. كمان ممكن تعملي حاجة اسمها التعاقد الشرطي. التعاقد الشرطي ده بيبقى زي العقد كده، بنقعد نكتبه مع بعض. لو انت عملت الحاجة الفلانية هتاخد المكافأة الفلانية، وده عقد مكتوب اهو بينا احنا الاتنين، واحنا الاتنين هنمضي عليه. والعقد ده بيكون بمدة معينة بينا وبين بعض، وبتلزقهولي على الحيطة، وبيكون كده حاسس طول الوقت ان هو فعلا ايه، ان الكلام اللي ما بينكم مقنن ومكتوب، وان انا ماضي عليه وماما ماضي عليه. دي حاجة اسلوب جديد معمول في اسلوب التربية، ووسيلة اكثر فعالية. واحدة واحدة ما تزهقوش، صدقوني الحاجات دي بتجيب نتيجة جدا جدا فعالة، وبتخلي في علاقة قوية قوي بينك وبين الطفل، مش مجرد كلام وخلاص.